السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا قبل كده الكيكة العبقرية دي، وإن شاء الله هنحضر معاكم النهاردة كيكة الرواني برضو بالطريقة العبقرية دي. الكيكة من أجمل وألذ الكيكات، أخف من البسبوسة وأجمل من الكيكة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف الطريقة ايه. اول حاجة معايا 3 وحدات من البيض بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما نكونش مطلعين البيض من التلاجة. تاني حاجة معايا كوب من السكر ما يعادل 180 جرام الا عقل الصباع كده، بالمج الشاي بتاعنا العادي. طبعا النهاردة هنستخدم المضرب اليدوي، يبقى كده مفيش اي مشكلة، بس ممكن نستخدم الخلاط او المضرب الكهربائي، بيسهل معانا كتير قوي في طريقة عمل الكيكة. بس مفيش مشكلة، هنحضرها بالمضرب اليدوي وهتطلع كمان معانا خفيفة ومن اجمل الكيكات وحاجة كده مميزة جدا. كملي معايا الفيديو، وكل دقيقة في الفيديو في اسرار هنقولك عليها ومهمة جدا علشان تطلع معاكي كيكة الرواني بالطريقة دي. انا ضفت 2 باكت من الفانيليا ما يعادل 4 جرام. بصوا، ضربت حوالي 5 دقايق لحد ما السكر والبيض لونهم يفتح بالطريقة دي معايا، يعني ما تستعجليش في كل خطوة. ضفت نص كوباية من اللبن ما يعادل 100 جرام، و170 جرام من الزبادي ما يعادل 5 معالق كبار من الزبادي. يعني في كل خطوة ما تستعجليش، يعني انا ضربت البيض والسكر لحد ما لونهم يفتح معايا، وكمان السكر اختفى خالص. انا مش عايزة اي حبيبات من السكر تكون معانا في الخليط علشان ما الكيكة ما تهبطش معايا. وخطوة مهمة جدا، انا ضفت الزبادي، هنحاول نقلب كويس قوي عشان تكتلات الزبادي ما يبقاش معايا. بص اللون كده فتح معايا ولونه بيجي الخليط كده ايه. انا ضربت حوالي دقيقتين من بعد ما ضفت الزبادي. هنضيف نص كوباية من السكر حوالي 100 جرام، وهنقلب وهننزل كده سرسوب واحدة واحدة كده الزيت وهنقلب برضو. انا قلبت كويس قوي الزيت مع الخليط. بصوا كده، يعني انا ما ضفت الزيت وما استعدلتش خالص. انا ضربت كده لحد ما ايه الزيت يمتزج كده مع الخليط كده ويدينا نتيجة مبهرة. طبعا عصير الليمونة ده مهم جدا، هتخلي معاكي الكيكة فاتحة كده معاكي، وهتضيع زفرة البيض للناس اللي ما بتحبش البيض في اي في المكونات او اي حلويات. ضفت 3 معالق من جوز الهند ما يعادل 25 جرام، وطبعا دول ما تستغنيش عنهم لان بينقلوا الكيكة لحتة تانية خالص، فمهمين جدا. رشة ملح، ودي برضو مهمة لكل الحلويات، بتعادل الطعم معانا. رشة بسيطة كده من الملح، وهنقلب كل الخليط برضو، وكل خطوة هنقلب برضو. هنضيف كوب من دقيق السميد او السومولينا او دقيق البسبوسة، الدقيق السايب من عند العطار. في الخطوة دي لا خلاص كده التقليب هيبقى بحيث ان المكون بس يختفي معايا. ضفت معلقة كبيرة هرمية من البيكنج باودر. في الوقت ده انا ما كنتش نخلة الدقيق.
طبعا نخل الدقيق بيخلي الكيكة هشة معاكي وما تبقاش فيها اي تكتلات من الدقيق. مهما نقلب لو ما كناش نخلين الدقيق بيصعب معايا عملية التقليب. فعشان كده خطوة نخل الدقيق مهمة جدا. انا اول ما حطيت الدقيق انا ما كنتش نخلاه واديت المنخل. يبقى كده من النقط المهمة نخل الدقيق. ما نحاولش نبالغ في التقليب. هنجيب الاسباتولا علشان نتأكد مفيش اي تكتلات كده من تحت. انا كنت مجهزة الطاسة من البداية، دهنها سمنة ورشة دقيق مبطناها كده بالدقيق، واي زوايد دقيق انا متخلصة منها. خبطتين 3 كده هنطلع اي هوا زيادة منها. انا كنت مسخنة الفرن من اول ما ابتديت في الكيكة. هنعمل الشربات او الشيرة، كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية، معلقة عسل كلوكوز، وهنرفعهم على النار بعد الغليان 5 دقايق. يعني مش هنحسب من قبل الغليان، اول ما يبتدي الشربات يغلي 5 دقايق. حطيت عصرة ليمونة، ريحت الكيكة حوالي دقيقتين، هديت والشربات مغلي اديكم زي ما انتوا شايفين كده مغلي معايا. يبقى كده ريحت الكيكة دقيقتين بس الشربات مغلي معايا. هنحط كل الشربات، وطبعا الكيكة هتشرب كل الشربات وكده حجمها يزيد معايا، لان كوباية السميد اللي احنا حاطينها اول ما نزيد الشربات هتنفش كده. رشة بسيطة من جوز الهند على وش الكيكة، وبعد كده هنغطيها علشان تحتفظ بطراوتها. انا غطيتها بالورق فويل، ممكن تغطيها بفوطة او اي حاجة في المطبخ. وبعد مرور ساعة هنقطعها. طبعا انت ممكن تخليها اكتر من كده، كل ما تخليها تبقى اجمل واحسن. كل الشربات اللي فيها هتشربه خالص وهتكون اجمل من انك تقطعيها بعد ساعة. يعني ممكن تكون عاملاها بالليل تخليها للصبح عادي هتبقى اجمل واجمل. هقطعها قطع كده، وبصوا الجمال، حاجة كده هشة خفيفة، من أجمل وأروع الكيكات. حاجة كده ما بين الكيكة والبسبوسة، هي خفيفة خالص عن البسبوسة، وأجمل طعمها من الكيكة، لأن مرملة خليط مزيد كده بين الدقيق السميد على دقيق الأبيض كده. حاجة طعم، النتيجة تحفة بصراحة. هتاكلي قطعة واتنين وممكن 3، يعني ما يشبعش منها. هتعمليها في بيتك، ممكن تقولي السكر كتير بس هو مش كتير، لان انت لو اشتريتيها هتبقى اغلى، واللي انت عاملاها في البيت جودتها افضل مثلا 1000 مرة ومليون مرة من انك تشتريها من بره. طبعا انت ضايفة زبادي وضايفة لبن، المكونات مضمونة، اما هما مش بيضيفوا لبن ولا زبادي، بيعملوها بالمية. يعني كده انت لما تعمليها في البيت هتوفري كتير قوي انك تشتريها من بره بالغالي. طبعا اللي في البيت اجمل مليون مرة وألذ مليون مرة من انك تشتريها، حاجة كده مضمونة. طبعا درجة حرارة الفرن هتكون متوسطة، يعني لا هي عالية ولا هادية قوي. لو هتشغلي من فوق ومن تحت يبقى متوسطة من تحت وهادية من فوق. لو الفرن بتاعتك بشواية هتشغليها، وبعد كده ما الحواف كده تحسيها خلاص
احمرت كده بسيط بقت ذهبي، هتطفي وهتشغلي الشواية لمدة دقيقة واحدة، وهتتابعيها مع المتابعة طبعا، وهتكون على درجة حرارة 170، وهتطلع معاكي بالجمال ده حاجة تحفة، ذهبية كده من تحت ومن فوق، حاجة كده طعمها بصراحة هتدمنيها لو انت جربتيها بالطريقة اللي انا قلتلك عليها. اتبعي الخطوات والكيكة هتبقى ناجحة 1000000% ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايكات، علشان اللايكات هي اللي بترفع الفيديو وغيرك يستفيد. ولو جربتيها سيبي لي كومنت حلو تحت الفيديو، لاني متأكدة 1000000% انك لو جربتيها هتطلع ناجحة معاكي، وهتعمليها اجمل واجمل من كده كمان. طبعا هسيبكم في رعاية الله وحفظه.